فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والآن ندعو حضراتكم للوقوف عزفا واحتراما للنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية. سلام الوطني. هو مين المهندس اللي معاه؟ مساء الخير على حضراتكم جميعا. أهلا وسهلا بكم في مدينة الحسينية العريقة، وأهلا بأهل الشرقية الكرام في المؤتمر الكبير لدعم المهندس جلال القادري مرشح حزب الجبهة الوطنية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ 2025. خلينا قبل ما نبدأ مؤتمرنا نبعت رسالة تحية وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على كلامه الواضح والصريح بخصوص الموقف المصري من القضية الفلسطينية. مصر عمرها ما كانت يوم طرف سلبي ولا سكتت على الظلم، ودورها دايما كان شريف ومخلص وأمين، وده اللي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه. الكلام ده بيطمنا وبيأكد ان مصر ماشية على الخط الثابت وبتحركاتها الإنسانية وضميرها قبل أي حاجة تانية، وهدفنا دايما وقف الحرب وانهاء المعاناة مع أهلنا غزة والبحث عن حلول تحفظ كرامة الإنسانية وتحمي حقوقهم. تحيا مصر بدورها العظيم، تحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي. الشرقية يا جماعة مش محافظة عادية، دي أرض الوطنية والتاريخ وأرض الزعماء من اللي سطروا أسمائهم في سجل النضال من أحمد عرابي لحد يومنا ده. أما الحسينية فدي من أكبر مدن الشرقية وغناها بالرجال المحترمين، وأهلها دايما سباقين في الواجب والمواقف اللي تشرف الوطن. النهاردة مش مجرد مؤتمر انتخابي، النهاردة رسالة حب من أهل الشرقية، رسالة من أهل الشرقية إننا بنختار بعقلنا وبنقف مع اللي يستحق صوتنا واللي نثق في إنه هيكون صوتنا جوه المجلس. خلينا في البداية نرحب بضيوفنا النائب أحمد فؤاد أباظة عميد النواب، والنائب سليمان وهدان، والنائب فايز أبو حرب، والنائب إبراهيم رفيع، والدكتور عثمان شعلان أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الشرقية،
وكل القيادات الوطنية والشخصيات العامة اللي منورانا النهاردة في الحسينية. احنا بنقول هنا من قلب الحسينية الشرقية بتختار، والشرقية مش هتسكت، والشرقية كلها هتشارك في الانتخابات. وصوتنا للمهندس جلال القدري، وصوتنا للقايمة الوطنية. شكرا لحضوركم وشكرا لجماهير الشرقية. يلا نبدأ مؤتمرنا وعلى البركة هنكمل المشوار، وتحيا مصر. خلينا دلوقتي نسمع كلمة مهمة من قيادية حزبية وطنية نفتخر بها. معنا الدكتور عثمان شعلان أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الشرقية، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، إخواتي الأعزاء، أهل بلد الحبيبة، في البداية أرحب وتقدم بالشكر لكل من معالي النائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام للحزب ورئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، معالي النائب سليمان وهدان أمين لجنة الشؤون البرلمانية، معالي النائب فايز أبو حرب، معالي النائب إبراهيم رفيع، معالي النائب سيد رحمة، الكاتب الصحفي الأستاذ محمد المسلمي عضو أمانة الإعلام بالحزب، والسادة مرشحي مجلس الشيوخ على القائمة الوطنية وائتلاف الأحزاب، زملائي أمناء المراكز وأمناء الأمانات بالمحافظة، أهلا بكم وشكرا لكم جميعا. كما أتقدم بخالص الشكر إلى المهندس جلال القادري على قيامه بالتجهيز لهذا المؤتمر. السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أتحدث معكم بصدق القلب وحكمة العقل. لقد مرت مصرنا الغالية على مر تاريخها بمحطات عصيبة، إلا أن ما نواجهه اليوم يعد اختباراً فريداً يفوق في صعوبته ما شهدناه من قبل. في عام 67 تم احتلال سيناء الغالية علينا جميعاً، التي ارتوت بدماء الشهداء الأبرار حتى استعدناها. وقتها كان العدو ظاهراً ومعروفاً، والمعركة عسكرية، وخط المواجهة واضحاً ومحدداً. أما اليوم فإن المعركة أخطر وأوسع نطاقاً، فلم يعد احتلال قطعة من الأرض هو الهدف، بل أصبح المستهدف هو الوطن بأكمله. ولم يعد خط المواجهة على طول قناة السويس فقط، بل أصبحت المخاطر تحيط بنا من كل جهة، وتأتي أيضاً من خارج الحدود، كما يحدث في منابع النيل حيث يتبناها قوى خارجية ودول عظمى. ومن الداخل أيضاً تتعرض مصرنا الحبيبة لهجمات خبيثة تستهدف وعي المواطن وتمسخ هويته، تشنها فئة مأجورة منحرفة